من كام يوم كده نتفليكس اعلنت عن خبر بجد كان جامد بالنسبه لعشاق انمي ون بيس، وان هم يعملوا ريميك للانمي. وعشان نكون واضحين ومحدش يتلخبط مني، يعني ده مش المسلسل الواقعي اللي هو اللايف اكشن بتاعه اللي نزلوه منه موسمين لحد دلوقتي. لا، ده هيبقى ريميك للانمي نفسه، بس هيبقى من اول وجديد خالص. يعني هيبداوا الحكايه بقى من الصفر، بس بتعديلاتهم الخاصه والرؤيه بتاعتهم والحاجات اللي هم شايفين انها انسب للقصه. والمفاجأة بقى الحلوة ان هم هيتعاونوا في المشروع دوت مع استوديو ويت. ولو حد فاكر الاستوديو دوت هو اللي كان بيرسم الاجزاء الاولانيه بتاعت اتاك اون تايتن، وبالنسبه لي انا كنت شايفها احسن او افضل من استوديو مابا لما كمل هو بعد كده. ففي الفيديو ده انا جاي اقول لكم واحكي اللي في دماغي، واحكي على كل افكاري وايه الحاجات اللي بقى انا اتمناها ونفسي نتفليكس تعملها في الريميك ده، او بمعنى اصح ايه الحاجات اللي انا شخصيا لما دخلت اتفرج على انمي ون بيس لاول مره كنت اتمنى ان انا اشوفها فيه. لان زي ما انتم عارفين انا لسه بادئ الانمي يمكن من 3 شهور او داخل على 4 شهور. فيا ريت نتفليكس تعمل الحاجات دي بقى وتسمعنا، لان حاسس فعلا ان الكلام دوت لو حصل او لو انا شفته في الريميك فان هو ممكن يتخطى الانمي الاصلي ويبقى احسن منه بكتير وبمراحل كمان. اول نقطه حابب اتكلم عليها وهي ممكن اسميها الدمويه والعنف. فانا نفسي اشوف الدمويه والعنف في الريميك بتاع ون بيس. ومش قصدي هنا بقى ان انا سادي او مزوغي او بحب التعذيب وكده، لا طبعا. اللي انا بقصده ان الانميات دلوقتي اللي فيها القتالات والحاجات اللي هي ديت، او حتى المثال بسيط هدولكوا القتالات بتاعت زورو اللي هي المفروض تكون بالسيوف وكده، ما فيهاش العنف الحقيقي اللي هو بتاع السيوف او الضربات والتقطيع والحاجات اللي بنشوفها دي. يا راجل ده انت ممكن تشوف مثلا في القتالات السيوف بتاعت انمي زي تيمون سلاير عامله ازاي، والاثاره اللي فيها والعنف اللي فيها. فانا اتمنى ان انا اشوف دوت موجود في الريميك، اللي هو العنف والدمويه في القتالات وان انت تظهر المشاهد ديت. يعني دلوقتي معظم الاتجاهات الانمي الجديده بقت تركز على الحته ديت قوي، لان بقت بتعجب الناس وبتعجب الفانز. فاظن ان انا مش لوحدي بس اللي عايز حاجه زي ديت او اتمنى ان حاجه زي ديت تحصل. فديت اصلا حاجه هتخليها اقرب للواقعيه، فاهمين قصدي؟ تبقى قريبه كده. نيجي للنقطه التانيه اللي انا عايز اتكلم فيها بصراحه او شايف انها مشكله، وهسميها الاشخاص اللي ما بتموتش او معضله الشخصيات اللي ما بتموتش. يعني النقطه ديت بتاعت الواقعيه في القتالات والدمويه خلاص احنا انتهينا منها، واظن انتوا فهمتوها. في حاجه تانية بقى كنت نفسي الاقيها وحاسس اتضايقت اول لما شفتها في الانمي، وهي الشخصيات اللي بتظهر وبتتهزم وترجع تاني تظهر بعد فتره. حاسس ان احنا لو خلاص خلصنا من فيلن او خلصنا على اعداء معينين يبقى خلاص بقى، يبقى ماتوا بقى والموضوع انتهى وكده. اما اللي بيحصل في الانمي انك تشوف ارك كامل والابطال بتوعنا يقعدوا بقى يعرقهم ويتعبوا ويفشخوا في الاعداء اللي قدامهم، تلاقي المعركه ولعه. وبعدها مثلا ب 10 او ب 20 حلقه تلاقي ان الفيلن ده او الاشرار دول ظهروا تاني عادي. اللي هو إيه اللي حصل بجد؟ يقول لك اصل هو كان اتعور، اصل هو كان اغمى عليه وما فاق رجع تاني. فالحركه دي حاسس انها قللت الواقعيه بتاعتي وانا بتفرج بصراحه، وقلت حماسي كمان. واللي هو لا، ما خلاص احنا قضينا عليه بقى يا جماعه، دي صفحه واتقفلت خلاص، المفروض ما يرجعش يظهر تاني. عشان احنا على الاقل كفانز او كناس بنتفرج نحس بقيمه الانتصار اللي ابطالنا قعدوا مثلا ارك او نص ارك كامل بيعملوا فيه. النقطه الثالثه اللي انا عايز اتكلم فيها وهي نقطه الانيميشن والجرافيك. خدوا بالكم من هنا مش بقصد الرسم، لان خلاص الرسم ده حاجه احنا اتعلقنا بيها وتعودنا عليها، والناس حتى اللي متابعه المانجا خلاص هي حابه نوع الرسم ده وبقى جزء من هويه العمل. فاهمين قصدي؟ انا هنا بتكلم ان احنا نحسن الانيميشن والجرافيك بفرق كبير مش بسيط. يعني مثلا في ناس كتير كانت بتقول لي اول ما دخلت الانمي واتفرج عليه ان الرسم والانيميشن بعد السنتين لما الطاقم غابوا سنتين ورجعوا بقى في تطور رهيب ومش طبيعي وهيعجبك وكده. يا جماعه أنا لما وصلت للتطور اللي انتوا بتقولوا عليه الرهيب دوت حسيت مثلا اني كنت بتفرج على جوده 720 وبقت 1080. فاهمين قصدي؟ هو في تطور في الرسم وكده، بس مش اللي انا اقول عليه واو، لا فعلا ده تطور كبير يستحق. مش الحاجه الجامده اللي تخليك تقول ده تطور فعلا كان يستاهل الضجه اللي حصلت عليه دوت، او الناس قاعده تقولي لا في تطور رهيب. فانا بتمنى ان حاجه زي دي تحصل في الريميك، انها نطور الانيميشن والاكشن بقى يكون جامد في الحوار ده، ونهتم بالالوان والوان الشخصيات وحتى تصميم الاماكن والجزر عامه في ون بيس. انا ما بنكرش ان هو وحش، ده جميل جدا، بس قصدي ان احنا نحسن فيه اكتر ويبقى اقرب للواقعيه اكتر. فنيجي بقى للحاجه النقطه عايز اتكلم فيها برضو في نفس النقطه دي بتاعت الشخصيات او الرسم عامه وكده.
اللي هي ليه الشخصيات في ون بيس كلها ليها طابع واحد او فورمه واحده؟ يعني مثلا الرجاله كلهم لهم طابع واحد والستات كلهم لهم طابع واحد في الرسم زي ما انا شفت كده في ون بيس. يعني مثلا الرجاله بتلاقي مثلا ان هم من فوق عضلات وضخامه وحاجه يعني اخر فورمه، بس من تحت بتلاقي ان شكله رفيع او رجله رفيعه. مفيش تناسق كده. يعني بجد انا بقعد اضحك جدا لما اشوف رجل زورو بعد السنتين، يعني هو قاعد بيتمرن طول السنتين فوق بس ولسه رجله يعني فاهم قصدي؟ بجد حاسس ان مفيش تناسق خالص، ودي حاجه ما تبسطنيش خالص وانا بتفرج. يعني اوقات في شخصيات تبقى شريره بحس ان الموضوع ده لايق عليهم تمام ومفهوم عادي، هما الرسم ده مش مضايقني قوي. بس في شخصيات تانية فخمه جدا بحس انها اتظلمت، لو انها بس اتعملت كتنسيق صح الجسم يبقى واحد من فوق ومن تحت حاسس هتطلع حلوه قوي. زي مثلا شخصيه كومو، بجد الشخصيه دي لو كنا اهتمينا بشكل رجلها بدل ما هي عامله زي نكاشه الاسنان كده كانت هتطلع حلوه جدا، والشخصيه كانت هتطلع افخم من كده بكتير. اما بقى في الناحيه التانيه عند الستات اللي بتبقى مرسومه في ون بيس، يعني مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده بس انتوا بتبقوا شايفين اشكالهم اللي هو نفس برضو الفورمه والمقاسات المبالغ فيها، فبرضو احنا ممكن نعالج ده شويه في الريميك. يعني اكيد مش كلهم لازم يكونوا في نفس الفورمه الواحده كده والاجسام الكبيره ديت اللي حاسس انها ملهاش لازمه، مش بتفيد العمل او مش بتفيدني انا كمشاهد في حاجه يعني. فانا المره المليون ما بقولش هنا ان احنا نغير اصل الرسم او هويته خالص، لان دي حاجه نوستالجيا بقى بتفضل خلاص جوانا وحاجه احنا اتعلقنا بيها وحبينا الانمي في كده. فاللي انا اقصده هنا طالما نتفليكس بتعمل ريميك جديد يبقى خلاص نحسن ونظبط التفاصيل دي. النقطه بقى اللي بعد كده ودي كانت واضحه معايا قوي وضايقتني بالذات بعد السكيب تايم اللي هو السنتين، هي نقطة هسميها نقطة الترقيع. يعني الترقيع اللي أنا شفته ولاحظت قوي بزيادة في موضوع الهاكي بالذات. أنا متأكد وعندي قناعة تامة إن من 20 أو 25 سنة وأودا هو بيبدأ يكتب المانجا بتاعته او كده ما كانش في دماغه حوار الهاكي ده خالص. الفكره اكيد جت له بعدين وحب بقى ان هو يحطها ويحشي بيها احداث في النص عشان يطور القصه والقوه بتاعت الاشرار والابطال وكده. انا بقولش هنا ان غير قصته او نهايته، لا هو خلاص هو عارف بدايته ونهايته من الاول وده حاجه كتبها. بس موضوع الهاكي ده حسيت انه اتحشى مره واحده كده في الاحداث، وده بان قوي وظهر معايا جدا بعد السنتين. يعني مثلا عندك شخصيه زي جيمبي ظهر معايا قبل السنتين وشفته ما شفتش ان هو استخدم الهاكي ده حتى هاكي التسلح او كده، مع ان كان في لحظات ان هو كان المفروض يستخدم فيها الهاكي ده لما كان اكانجي بيهاجمهم او بيجري وراهم او كده. فجأة بقى اللي بعد السنتين لقيته ان هو بيستخدم هاكي تسلح، وايه ده يا عم ده انت متقنه جدا يعني وبيستخدمه كويس جدا. فاهمين قصدي؟ فازاي فجأة مرة واحدة كده حسيت انها حركة فيها ترقيع وترقيع مبالغ فيه كمان. ومش بس جيمبي بعد السنتين هو اللي فيه كده، يعني كل الشخصيات الفيلنز اللي ظهروا مرة واحدة بقوا بيعرفوا يستخدموا الهاك التسلح والهاك الملكي ومش عارف ايه وكده. مثال بسيط، يعني انت عايز تقنعني ان واحد زي كروكودايل دوت ما بيعرفش يستخدم هاكي؟ فاهم قصدي؟ فاكيد لو انت الهاكي ده كان معاك من الاول فاكيد واحد زي كروكودايل ده بيعرف يستخدم الهاكي جدا ومبدع فيه كمان. دي بالنسبه لي حركه او حاجه كانت واضحه قوي في الانمي القديم بطريقه مش كويسه انها باينه او انها اترقعت. فاللي بتمناه بشده في الريميك الجديد يعني ان نتفليكس واستوديو هوت يعالجوا الموضوع ده، ان هم بقى يدونا تلميحات وتنبؤات او من اول حلقه في الانمي. يعني مش قصدي مثلا ان الفيلنز او الابطال او لوفي مثلا هيعرف يستخدم الهاكي من اول حلقه، لا بس يبقى في تلميحات عنه، ان هم يدوا مثلا لقطات فلاش باك، يجيبوا مثلا شخصيه انها بتعرف تستخدم الهاكي يتكلموا عنه اكتر من كده عشان تدريجيا خلاص نخش في الاحداث ونعرف ان في حاجه اسمها الهاكي من الاول وشخصيتنا مثلا بيتمرنوا عليه عشان يبينوا لنا الهاكي دوت. نقطة كمان حابب اتكلم عليها، حاسس ان ممكن ناس كتير ما تتفقش معايا فيها بس دي من وجهة نظري وانا شايفها كده بصراحة. والنقطة اللي هي بعد كده عن شخصية ايس. يا جماعة انا لقيت ناس كتير جدا بتعشق شخصية ايس، وانا نفسي لما دخلت اتفرجت على انمي وظهر معايا في البداية حبيته. بس عارفين فين الحاجة اللي انا ما تقبلتهاش او ما عجبتنيش؟ اللحظة اللي مات فيها ايس انا ما اتعلقتش بالشخصية خالص يعني، او ما اتأثرتش بموته بالشكل اللي كنت بشوفه من الفانز. في شخصيات كتير في انميات تانية ماتت وأثرت بيها أكتر منه بكتير. طب ليه ده بيحصل؟ لأن إيس ببساطة ما اتبناش صح قبل ما يموت. يعني أنت ككاتب بعد ما إيس مات أصلا قمت جايب لقطات فلاش باك كتير ليه وهو مع لوفي وإزاي اتقابلوا من الحاجات دي. أهو لقطات الفلاش باك دي خلتنا نتأثر عليه بعد ما مات اكتر من المشهد اللي انا شفته هو بيموت فيه. ليه مثلا يا عم اودا انت ما عملتش التمهيد والبناء ده من الاول خالص قبل مشهد المارين فورد؟ فاهم قصدي؟
يعني لحد دلوقتي وانا بتفرج على ون بيس معرفش اصلا اسم كان الفاكهه بتاعته ازاي او امتى او ظهرت له فين او منين. يعني دي انا ما شفتهاش اصلا خالص لحد ما انا واقف، او ما اعرفش اصلا هي ظهرت هتظهر في المستقبل او كده. اللقطه دي كانت مهمه جدا، كنت ممكن تعمل لها حلقه حلقتين ثلاثه، يعني خلينا متاثر اكتر. فما فيش اي خلفيات تخليني اوصل لمرحله التعلق الشديد بتاع الشخصيه. وعلى فكره انا مقتنع جدا ومتفاهم ان ايس كان لازم يموت، دي حاجه اكيد هتخدم القصه، لان لو بصينا للمستقبل والتطور المرعب اللي لوفي بيوصل ليه، ايس كان هيقف قدام لوفي والاثنين كانوا هيتواجهوا تقريبا، يعني لان عندهم نفس الحلم ونفس الاتجاه كراسنا. فمفهوم جدا انه كان عايز يموت ايس في نقطة معينة عشان ما يوصلش بقى للوفي ويحصل تصادم مع الشخصيتين. تمام، فانا مع الموت كحبكة، حبكة كويسة، بس ضد الطريقة اللي اتقدم بيها، ان هو من غير تأثير عاطفي قوي، ما اتعلقتش بالشخصية او ما شفتهاش على الساحة بشكل قوي. واللي ضايقني اكتر بقى في الحتة دي هو القتالات بتاعت ايس في ارك الاباستا مثلا. انا شفت في لقطة فخمة جدا لما فرقع بقى كام سفينة وطيرهم في الجو بضربة واحدة من الفاكهة بتاعته. فدي تمام لقطة جامدة جدا، بس قدام أول فيلن حقيقي وقوي اس وجهه اللي هو اللحية السوداء خسر. فصباح الفل يعني. طب انت ليه ما جبتليش فايت قوي وحقيقي اس كان بيكسب بيه او كسب فيه او استخدم مهاراته فيه صح؟ محدش يقول الفايت بتاعته الفايت اللي ظهر في الاباستا بتاعه ضد سموكر، انا مش هعتبر فايت سموكر ده فايت اصلا، لان سموكر ده شخصيه كنت بحبها في الاول اول ما ظهرت، بس بعد كده حسيت ان هو هفا قوي يعني. او على الاقل ما فيش اي شخصيه تقريبا قابلت سموكر الا لما علمت عليه. فاللي بتمناه بشده من نتفليكس اللي هو في الريميك يحصل ان هم يبنوا شخصيه ايه الصح، اللي هو بقى تجيب لي لقطات الفلاش باك ديت قبل ما يموت، او تضيف لها حاجات من رؤيتك او من عندك. كل ده عادي، وحتى تورونا ايه هو بياكل الفاكهه بتاعته وصل لها ازاي وخدها ازاي. وهاتوا ليه، عايز اشوف ليه فايت قوي بجد، عايز اشوف ايس اكتر في الفاكهه بتاعته، لان الفاكهه بتاعته حلوه قوي. يوم ما اوصل اللقطه بتاعت الاعدام بتاعته في المارين فورد اكون متاثر جدا وحاسس فعلا ان احنا فقدنا شخصيه مؤثره وكويسه جدا في العالم ده. حاجه كمان ونقطه حابب اربطها بالكلام اللي قلته في الاول عن الدمويه والعنف، وهي السوداويه. انا نفسي يعني اللي يحصل في الريميك ان احنا نشوف بقى حاجات سوداويه وحزينه اوفر بزياده. يعني انا متفهم مستوعب جدا ان الكلام ده ما كانش ينفع يظهر مثلا اول ما الانمي اتعمل من 25 سنه، لان زمان كان في بقى رقابه صارمه وتوقيت العرض في التلفزيون الياباني والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فده كانت حاجه بتخليهم يقوموا بزياده، وانها حاجه تناسب الاطفال. لكن دلوقتي الوضع مختلف تماما، دلوقتي انت بقى معاك نتفليكس ومعاك استوديو ويت، فلازم تبدع وتظهر في الحاجات اللي زي دي، وتعمقوا اكتر في سوداويه بقى الشخصيات، ورونا التفاصيل اكتر والماضي يكون مأساوي بتاع الشخصيات اكتر. وانت معاك شخصيات من دي كتير يا معلم تقدر تظهر فيها سوداويه وحاجات تأثر اكتر، او حاجات تخليني مقتنع اكتر باللي انا بشوف ان فعلا الفيلن دوت او الشخصيه ديت تبقى سوداويه اكتر. يعني انت مثلا معاك شخصيه سانجي دي تقدر كنت تعمل بيها ماضي سوداوي جدا 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 ويطلع حاجه تحفه بجد، بس ده حاسس انه ما حصلش قوي. طبعا انت هتيجي دلوقتي تقول لي ايه يا عم وانت نسيت اهم مشكله اصلا، انت نسيت موضوع التمطيط والفيلر والكلام ده. لا طبعا انا ما نسيتش كل الكلام ده، بس موضوع التمطيط ده حاجه لازم كلنا نقف بقى عندها، وكلنا متفقين ان الريميك ده اصلا اتعمل بالاساس عشان يعالج المشكله دي. بس خدوا بالكم في شعره رفيعه هنا عايز اتكلم عنها. يعني مش معنى اننا بنشيل التمطيط اننا نختصر الدنيا جامد قوي، يعني الاختصار بالزياده بيقتل متعه العمل وبيحسسك كأن في حاجه ناقصه او وقعت منك في النص وانت مش فاهمها، عشان انت شفت اصلا الانمي وعارف الاحداث وعارف كل حاجه. فانا هنا عايز توازن، قد تطور الاحداث براحته ويطور الشخصيات براحتها، بس في نفس الوقت ما يبقاش فيه التمطيط والفيلر اللي احنا بنشوف. يعني مثلا زمان كنا بنشوف فايت ممكن يقعد 20 حلقه او حاجه و20 حلقه ومن غير اي لازمه، وتلاقيك في قمه الحماس والفايت وشغال، وفجاه بقى بيقطعوا المشهد ويروحوا يورونا مشاهد تانية مع شخصيات تانية ملهاش اي 60 لازمه في الاحداث، تحسها حشو كده بيفصلني انا كمشاهد عن الفايت اللي كان بيحصل او كده. يعني ليه ابقى قاعد شايف مشهد فايت تحفه وانت فصلتني بشوف شخصيات جانبيه بتجري في الجزيره او بتعمل حاجه في نفس اوقات اللي بيحصل فيها الفايت، حاسس انها اثرتني او قلت الحماس بتاعي وانا بتفرج على الفايت. انا اقصده هنا مثلا يعني فايت زي بتاع مثلا دوفلامينجو ولوفي يقعد حلقه حلقتين ثلاثه، تمام، ويكون الحلقتين او الثلاثه دول عباره عن مثلا شايف الفايت بتاع لوفي ودوفلامينجو بس، ومركز في الاحداث ومستمتع بالرسم بقى اللي انتوا هتعملوه كده. وبعد ما الفايت يخلص يا معلم خلاص وريني مثلا سانجي بيعمل ايه او زورو الفايت بتاعه عمل ايه،
عشان في نفس الوقت تديهم هما كمان حقهم واستمتع بالفايتات بتاعتهم واستخدامهم للقوة والمهارات بتاعتهم. بلاش حركة ان انا اكون متحمس للفايت وتيجي انت تفصلني فجأة وتروح تخليني اشوف احداث تانية بتحصل في الجزيرة بتخرجني من المود. بالمناسبة يعني الكلام عن التمطيط والحشو والحاجات دي، في حاجة تانية برضو بتضايقني جدا في عالم ون بيس ومحتاج افهمها، وهي الوقت. انا الوقت في ون بيس مش فاهمه بجد. انا ممكن اقعد اتفرج على 5 6 حلقات حتى 10 حلقات كامله، في الاخر الاقي الشخصيات بتقول مثلا ال5 ثواني اللي احنا مستنيينها خلاص عدت. نعم؟ يعني انا بقى إيه مضيع من حياتي 10 او 15 حلقه في الاخر تقول لي ان احنا لسه ما كملناش 5 ثواني؟ يعني حاسس انها مش منطقيه ومش مفهومه. والعكس برضو بيحصل، يعني تلاقي في نهار وليل نهار وليل عمالين يطلعوا ورا بعض في الجزيره اللي هم قاعدين فيها، في الاخر يقول لك احنا بقالنا يوم ونص على الجزيره. طب ازاي؟ مش فاهم برضو. كل الحروب والقتالات والخطط اللي حصلت والتحالفات اللي بتحصل وتدمير ممالك وكل حاجه في يوم ونص بس، حاسس ان مفيش تناغم مع الحته دي، يعني مش بسطاني خالص وبحس ان في حاجه ناقصه او واقعه كده في الحسبه بتاعت الوقت. فانا بجد عايز في الريميك اللي هيحصل اهتمام بالوقت اكتر، عايز احس بالوقت والزمن هو بيمر بشكل منطقي، يعني يتناسب كده مع حجم الاحداث اللي بيحصل واللي انا شايفها قدامي. ما تجيش في الاخر وتقول لي ان كل ده حصل في يوم بس، اللي احنا عملناه في ارك كامل حصل في يوم، في يوم ونص. حاسس ان بعد ما خلصت الارك ان هو في حاجه مش منطقيه، واتصدمت اكتر لما عرفت ان السنتين اللي عدوا اطول من المده اللي الطاقم قعدوا فيها مع بعض. يعني الطاقم من ساعه ما اتقابلوا اول مره في العالم ون بيس كله او اول ما الانمي نزل شهور بس، امال السنتين كل واحد قضى فيه مع شخصيه اكتر ما قضاها مع بعضهم في الطاقم كله. فبجد اتصدمت لما عرفت المعلومه دي. فبس يا جماعه يعني هذه كانت كل الافكار والحاجات اللي في دماغي واللي اتمنيت بجد ان انا اشوفها في ون بيس اول ما بدات اتابعه يعني. ونفسي نتفليكس واستوديو هوت يعملوها بقى عشان نطلع بانمي مثالي فعلا، اللي هو ساعتها هنيجي كلنا بقى نقول ون بيس عمك. فشاركوني في رايكم، وعايز اعرف ايه اكتر نقطه انتم متفقين معايا فيها او مختلفين معايا في ايه، وايه كمان اللي انا نسيته مثلا وانتوا اتمنى ان انتوا تشوفوه في الريميك ان هو يحصل او كده، وان هو حاجه تتعالج. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وسلام.